السلام عليكم متابعينا الكرام. أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا مرفوقة بتساقط لحبات برد على الولايات الوسطى والشرقية. وحسب نشرية خاصة للأرصاد الجوية، فإن كمية الأمطار المرتقبة يمكن أن تتعدى 50 ملم محليا، كما أن تساقط الأمطار سيكون بداية من الساعة 6 اليوم السبت ويستمر إلى غاية الساعة 3 غدا الأحد. وستخص الأمطار كل من ولاية عين الدفلة، شلف، تبازا، الجزائر العاصمة، بومردة، ستيارة، تسمسيل، التلمدية، البوليدة والجلفة. كما حذرت ذات المصالح في نشرية ثانية من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا مرفوقة بتساقط لحبات البرد، حيث يمكن أن تتعدى 50 ملم محليا، وسيكون بداية من الساعة 3 غدا صباحا الأحد وسيستمر إلى غاية الساعة 6 مساء. وسيخص تساقط الأمطار كل من ولاية البويرة، بورج، بعرة، ريش، تيزي وزو، بالإضافة كذلك إلى المسيلة، سطيف، بجاية وجيجل.